السلام عليكم. يلا بينا نعمل النهارده كيكه حلوه جدا وسهله في منتهى الجمال. كمان هعمل لك الشوكولاته بتاعتها منها فيها. يلا هوريلك ازاي. يلا بقى احط اللايك الجميل منك والاشتراك علشان يوصلكوا فيديوهاتي. اول حاجه هنجيب الخلاط، لا مضرب ولا اي حاجه خالص، مضرب كهرباء، احنا هنعملها في الخلاط. هتجيبي كوبايه من اللبن، عليها كيس فانيليا، وبعد كده هحط 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. هاتي كاكاو حلو كده يكون نوعه حلو ويكون خام. تمام. حطيت 3 معالق من الكاكاو الخام على كوباية اللبن ورشة الفانيليا، عليهم كمان نص كوباية حلوة كده من الزيت. خلاص. بس الزيت ده هنزل بيه سرسوب كده من الخلاط وهو شغال. كمان معايا كوباية من السكر. انا بوريكي الكوباية اللي انا بعاير بيها هي نفس الكوباية علشان المقادير كلها تبقى مظبوطة. ضربتهم ضرب جامد في الخلاط ونزلت سرسوب بالزيت زي ما قلتلك لغاية ما القوام تقل معايا زي ما انت شفتيه كده. شلت كوباية منه في التلاجة اللي هي كوباية الشوكولاتة اللي انا نزلتها دي، ورجعت الخلاط تاني مكانه وحطيت عليه 2 بيضة. وكمان فضلت اضرب فيه بقى بالاتنين بيضة دول، وانا كده كده حاطه الفانيليا في الخلاط. هجيب بقى طبق هحط فيه كوباية ونص من الدقيق. تمام. كوباية ونص من الدقيق، عليه كيس بيكنج باودر. هقلبه كويس جدا جدا مع الدقيق، والدقيق لازم يكون منخول. وبعد كده نزلت بالكيس بيكنج باودر، وزي ما قلتلك هقلب البيكنج باودر مع الدقيق كويس جدا علشان الكيكه ما تطلعش معاكي حته قبه وحته نازله. ده بسبب انك ما بتقلبيش البيكنج باودر كويس جدا مع الدقيق. الدقيق لازم يكون منخول. بعد كده هجيب بقى الخليط اللي انا ضربته في الخلاط، اللي هو الكاكاو، السكر، الزيت، اللبن، فانيليا، 2 بيضه. ضربتهم كويس جدا ونزلت بيه على الدقيق والبيكنج باودر. هقلب بقى كويس جدا. لو لقيتي القوام تقيل معاكي شويه هتزودي معلقتين لبن. تمام. زي ما هتشوفي كده انا زودت معلقتين كده لبن علشان اشوف القوام. هتدنك تقلبي طبعا لغايه ما القوام يبقى خفيف شويه معاكي، مش تقيل كده زي ما هتشوفي دلوقتي. هوريهولك دلوقتي وانا بصبه في الصينيه. هو ده القوام اللي انا عاوزاه. بعد كده جبت الصينيه بقى ودهنتها مسحه سمنه، بلاش زيت على دقيق. تمام. خليكي في مسحه السمنه، عمرها ما هتلزق معاكي طالما حاطه مسحه سمنه كده في الصينيه. تمام. سواء تيفال صينيه المونيا، عمرها ما هتلزق معاكي طالما حاطه مسحه من السمنه. شفت القوام هو بينزل؟ هو ده اللي انا عاوزاه. هتخبطيها خبطتين كده على الرخامه وهتوزعيها كويس جدا في الصينيه. دخلتها الفرن، واول ما استوت بعد نص ساعه اختبرتها بالشوكه ولقيتها انها استوت. وبعد كده اول ما طلعت بردت شويه، مش كانت سخنه يعني كانت دافيه. ضفت عليها ربع كوباية من اللبن الساقع، بلاش يكون دافي والكيكة دافية علشان ما تعجنش معاكي. وبعد كده خرمتها بالشوكة. اول ما اتشربت الحليب زي ما انت شفتي، نزلت عليهم بكوبايه الشوكولاته اللي احنا شلناها في اول الفيديو في التلاجة، ووزعتها كويس جدا على الصينيه. بجد حلوة جدا، طعمها كان في منتهى الجمال. حلوة قوي، عجبت ولادي، عجبت كل الناس اللي دقوها. حلوة قوي، تجربوها. بص انا بطلعها بالسكينة قدامكم. حبيت اعمل الحركة ده عشان اوريك ان هي طلعت معايا بكل سهولة، لا لازقة ولا اي حاجة. وكمان هتلاقي الصوص شوكولاتة داخل جوه الكيكة بسبب ان انا خرمتها كويس جدا علشان صوص الشوكولاتة يدخل جوه الكيك. حلوة جدا. صوص الشوكولاتة طعمه تحفة، الكيكة نفسها طعمها في منتهى الجمال. جربوها. يلا بقى حطوا اللايك الجميل والاشتراك علشان يوصل لكم فيديوهاتي. بألف هنا. وبجد حلوة جدا، عجبت الأولاد. عمالة أقطع لكم فيها وصوص الشوكولاتة نازل كده على الكيك، مفرغة من جوه وحلوة جدا. وبألف هنا. يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم. بجد ناجحة جدا ومغذية.